مساء الخير عليكم. لو عندنا ديب فريزر أدراج أو صندوق، والديب فريزر عندي بيكون تلج أو صوت زنة الموتور عالي، أو لو هو بيفصل على فترة طويلة، أو لو هو الشاشة الديجيتال فيها مشكلة، يبقى تعالوا معايا نشوف الحل بتاعنا إيه. أولا لو أنا عندي ديب فريزر كده مثلا، ديب فريزر ببص ألاقيه مثلا مكون تلج، حاجات خفيفة. لو طبعا ده بيبقى نو فروست، ممكن تبقى حاجات زي تعريق مثلا موجود هنا في الجناب كده، او مثلا حوالين الدرج نفسه تبقى فيه تعريق زي بقع ميه كده، او حبيبات خفيفة من التلج كده. هقول لكم الحل بتاعها ايه. ممكن احنا هنعمل اول حاجة، هنشيل الادراج كلها بالحاجة اللي فيها ونطلعها بره خالص. نطلع الحاجة كلها، الادراج كلها، هنشيل الدرج نفسه، الدرج يتشال بالحاجة اللي فيه ونطلعه بره خالص. كل الادراج نفضيها، يبقى الجهاز فاضي من جوه كله، كانه البودي بس اللي هو اللي موجود. نجيب بقى شويه ميه سخنه وندلقها في الجناب، هنلاقي كله ده اتصفى. طبعا هيكون شايلين الفيشه، مش هندلق الميه ونشيل الادراج ونكون سايبين الجهاز مفتوح وكل ده بيسحب من الكهرباء. لا، هنشيل الفيشه ونطلع كل الادراج بره ونرش الميه السخنه اللي على الجناب ونسيبه يهدى شويه خالص. كل الميه تنزل فيه، لو في تلج هيتصفى كله، هينزل قطرات ميه هتنزل، كله ده هيبقى مفيش مشاكل فيه، هيسيح معاك وهتبقى الديفريزر يشتغل معاك زي الفل. دي كده طريقه. الطريقه التانيه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لكم ازاي نحل المشكله بتاعه التلج اللي بيتكون برضه في الحاجات اللي هي الصندوق، اللي هي بتبقى كتل من الجنب او من الداخل، وهنحلها ازاي مع بعض. تعالوا مع بعض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقول لكم تتحل ازاي.